السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدا الفيديو ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. مبروك لنادي الزمالك وكل جماهير الزمالك الفوز ببطوله الكونفدراليه على حساب نهضه بركان المغربي للمره الثانيه في تاريخه. مباراه مثيره جدا واحداث كتير خلال المباراه، وشهدت طرد مستحق للاعب نهضه بركان لانه داس على قدم زيزو، وبصراحه حكم كان موفق جدا في معظم قراراته وخصوصا في القرار ده. حاجات كتير حصلت في المباراه دي، ولكن ابرزها لقطه لاعب نهضه بركان ياسين البحيري مع لاعب الزمالك دونجا. انت متخيل ان دونجا لو وقع الوقعه دي كان ممكن ايه اللي يحصل له؟ لا قدر الله. اللي حصل من لاعب نهضه بركان ده في جزء من الثانيه، حس ان دونج عمل ارتقاء عالي قوي وممكن ينزل على الارض، لان الطبيعي اللاعب في الهواء صعب يتحكم في اتجاهات جسمه، وبالتالي نزوله على الارض كان يتسبب له في مشكله كبيره جدا. لكن ياسين البحيري بفضل الله اولا ثم اخلاقه واحترامه للخصم ايا كان مين هيفوز، عمل كده مع دونجا وما خلاهوش ينزل على الارض او على رقبته، والحمد لله ان ربنا الهمه انه يتصرف التصرف ده في اللحظه دي. لقطه تانية ومحدش اتكلم عليها متناقضه جدا مع اللقطه الاولانيه، وهي ان لاعب نهضه بركان بيدوس بكعب الجزمه على مفصل الركبه لزيزو في لعبه كادت تكون تبطل زيزو كره القدم. مشهد صعب جدا وعوقب عليه بالطرد، والغريب انه كمان زعلان ان الحكم طرده، ولكن هي تستحق طردين مش طرد واحد ويروح الاسم كمان. المشهد الجميل كمان اللي لفت نظري هو جمهور نادي الزمالك، بصراحة حاجة في منتهى الجمال والروعة، وحقهم يفرحوا وما كانش هينفع الناس دي تروح زعلانين بجد. الحقيقة الجمهور من اللحظة الأولى من بداية ما الحكم صفر وهم بيشجعوا فرقتهم، وده بتمناه من جمهور الاهلي يوم السبت ان شاء الله. عاوزين نرجع امجاد الانديه المصريه، ودي حاجه انا اول مره احسها من سنين كتيره قوي. كل الناس اهلاوي زملكاوي ايا كان بيتمنوا الخير لبعض، وان الزمالك يفوز والزملكاويه بيتمنوا ان الاهلي يفوز. حاجه جميله جدا وشايفها واول مره اشوفها في جماهير النادي الاهلي وجماهير الزمالك، وهي حاجة محترمة جدا، وهي دي المنافسة والروح المطلوبة بين المصريين عموما. وده اللي لازم يحصل، ان الروح دي تكون موجودة، علشان في مدرج بيجمع الجمهورين في مباريات المنتخب. بنتنافس كأهلي وزمالك او اي نادي في مصر، لكن في النهاية هي رياضة. فأتمنى نبطل تعصب ونشجع اللعبة الحلوة ونشجع أنديتنا والنادي المنافس مادام بيمثل مصر في البطولة القارية. وانا دايما بقول لازم كل واحد ياخد حقه، والنهارده كان لازم ياسين البحيري ياخد حقه في اللي عمله مع دونجا، ولازم نشيد باخلاقه الحقيقه وشهامته، وانه ما فكرش غير في سلامه زميله في الملعب بعيدا عن نتيجه المباراه، ولكن هو فكر في سلامه اللاعب المنافس ليه، دي كانت حاجه كويسه جدا. وكمان اللاعب اللي دهس رجل زيزو كان لازم ياخد جزاءه ويطرد، ولازم نادي نهضه بركان يعاقب اللاعب ده ويغرمه ويتوقف علشان يكون عبرة لغيره انه ما يعملش كده، لان دي حاجة صعبة جدا كان ممكن يبطلوا كرة خالص. واهم حد بالنسبة لي كان لازم ياخد حقه هو الجمهور، اللي هو رقم واحد سواء للزمالك او للاهلي. الجمهور يا جماعة بينور المدرجات والله، واتمنى اننا كجمهور نلتزم، علشان بجد المدرجات دلوقتي شكلها حلو جدا، وكان شكلها الاول مش كويس لما بنغيب عن المدرجات وما بنحسش بطعم المباريات. والف مبروك مرة تانية وتالتة ومليون للزمالك للفوز بكاس الكونفدرالية للمرة التانية في تاريخه، وعقبال الاهلي يوم السبت ان شاء الله، ويفوز هو كمان بدوري ابطال افريقيا، وترجع الريادة للاندية المصرية مرة تانية ان شاء الله. وما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. واتمنى تعمل لايك يا صديقي وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم.